الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم جيت نبلغكم آية من آيات الاستغفار. ماذا بكم اللي حب يشوف قصص الاستغفار يشوف يدخل إلى قناة الأخ محمد حجازي ويشوف بكر إسماعيل ويشوف إبراهيم الحربي وبكيل شملان. إذا كل هذو راهم يصبوا في مصب واحد. هو يقول بلغوا عني ولو آية، يعني الإنسان اللي يحب ربي يحقق له أمانيه، يعني كل واحد عنده أمنية مع الله، ماذا به كما يقولوا يواسي يبلغ آية. شوفوا، حبيت نقول لكم باللي كانوا عندي مشتركات قديمات كانوا يقولوا لي جيجي تبعي قناة أسرار العارفين. أنا صراحة أسرار العارفين تبعتها من بعد ما قنعتنيش، من بعد بشوي بشوي كي شغل نتبعوا المحتوى الديني حتى خرجت لي في 2025 في شهر أكتوبر تقريبا، سبتمبر أكتوبر، خرجت لي قناة الأخ محمد حجازي يتكلم عن الاستغفار. في الحقيقة قنعني، وبما أننا حنايا كما يقولوا كامل نعرفوا الاستغفار في سورة النوح، بصح وشنو كي شغل ما نعرفوش طريقة الاستغفار. حنا نحسبوك شغل الإنسان كي يدير الذنب يقول مرة واحدة يقول استغفر الله كما نقولوا ساسيفي كافية، لكن هذا غير كافي. لازم الإنسان يستغفر بأعداد كبيرة. كل ما كان الاستغفار بأعداد كبيرة كان الفرج قريب بربي. أيضا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. شوف، في الحقيقة أنا ما وصلتش للعدد 30,000، وصلت لي وقيلة مرة ولا زوج. أنا كنت تقريبا نستغفر استغفار سيدنا أبو هريرة اللي هو 12,000 استغفار، يعني وجنينا من الثمار ما جنينا، والحمد لله رب العالمين. اليوم جيت نبلغكم ثمار الاستغفار. صدقوني غير خطرة كما دائما نقول لكم، كنت مسافرة. يعني كي تكون مسافر ماذا بك الإنسان ما يخليش وقته يضيع هكاك، مام حتى الماكثة بالبيت. انتيا مثلا راكي تسيقي، راكي تستغفري، راكي تطيبي، راكي تستغفري، يعني تضربي عصفورين بحجرة واحدة. من جهة راكي تقضي في صلاحك، ومن جهة كما يقولوا الحديث والمغزل، كما يقولوا ناس بكري صالحة وصويلحة، راكي تذكري في ربي وراكي تقضي في شغلك. في الحقيقة هذيك المرة فقط كنت مسافرة في الحافلة تاع 5 ساعات، قدرت نجيب 30,000 استغفار، لأننا نقدر نستغفروا 1000 استغفار في 10 دقائق. في ساعة يكون لك الاستغفار 6000، يعني قادرة مع كل صلاة تستغفري 6000 استغفار، وبذلك تجيبي 30,000 استغفار في النهار كي والو. يعني مكاش حاجة مستحيلة ومشي شرط هذاك العدد. المهم الإكثار، كما تقول سيدتنا خديجة، واش تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تسره صحيفته في يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. إن شاء الله ما نكونش غلطة في الحديث. واش راح نقول لكم؟ يقول لك باللي دير أماني مستحيلة ولا مستحيلة مع الله. كنت نقول يا ربي شافيني من السكري. صدقوني غير عياني لأنه أنا كي شغل كما يقولوا أنا كنت صامتة هو كان صامت أكثر مني. كنت ما نشربش الدواء، كنت نكتفي بالحمية اللي هي الرجيم وسبور. يعني كنت ما نقعدش، صدقوني غير خطرات كنت نسخف على حبات تمر هكا ناكلهم يطلع لي السكر فليشة. نروح لا كنت في المدرسة نروح نجري مع دوك الدراري ورانا نلعب ورانا، ولا كنت في الدار راني مع الفيلو تاعي. يعني ما كنتش نقعد، رانا مع الهرويله راني ما نقعدش بسيط. تعرفوش معنى بسيط؟ والحمد لله رب العالمين. كنت نقول يا ربي باعد بيني وبين السكري ما بعدت بين السماوات والارض. الحمد لله يا ربي جاب لنا الدكتور العوضي في طريقنا،
النهار اللي صدت السكر تاعي تاع الصائم 0.97 يا خاوتي ما امنتش راسي، بكيت تصدقوني. غير كنت كي نشرب قهوة مرة قلت يا ربي استغفر الله يا ربي انا واش درت. على بالكم الشيطان يجي يضيقها على بنادم، يقولك شو الناس راهم كاع بصحتهم لاباس عليهم، نتايا صغير ومنا ومريض بالسكر تا واش هذيك عطاها لنا ربي كي شغل المرض يعطيه لنا ربي باه نتقربوا ليه اكثر واكثر. كون مثلا كنت نهضر مع صديقه قبيله قلت لها كون مثلا ما عطاناش ربي عطانا كلش ما نذكروهش نقولوا كيما قارون. هذه هي الحمد لله ربي كي عطانا هكذا، عطانا مشاكل وعطانا الصحه وعطانا، اذا الانسان يتقرب لله سبحانه وتعالى. ودرت الريجيم وكنت كي نشرب قهوه نقول يا ربي ولا راه يصرى لي هكا يا ربي. صدقوني غير دوكا راني نشرب قهوه بالسكر، ناكل شوكولاته عادي جدا، نتبع الريجيم تاعو 100% والحمد لله رب العالمين. وشنو العصائر كي شغل بعتهم يقول لك، شفت في واحد الفيديو يقول لك احسن مشروب هو السكر بالعسل ولا السكر الماء بالسكر. قلت لكم سكر بالعسل، الماء بالعسل ولا الماء بالسكر. يعني كي تشربوا تحس بهذيك الطاقه. والدماغ تاعي كما قلنا، قال لي طبيب خطره قال لي يا مخلوقه، قال لي الدماغ تاع بنادم بحاجه الى سكر كي يعمل، كل حاجه تحتاج الى وقود. عباكم وليت ننسى حتى قريب حكمني زهايمر، وليت ننسى نشوف الاشخاص قدامي ننساهم عليه انه ما كنتش ناكل سكر، حارمه روحي من السكر بنسبه 100%. دوكا الحمد لله يا ربي تبعنا هذا الريجيم، راني ناكل نتبعو مليح وناكل سكريات. وانا لو خيروني بين السكريات والبقول اختار السكريات لاني نحبها بزاف، انا من عشاق الشوكولاته. المهم نعمه كبيره نحمد ربي ونشكروه عليها. ونحكي لكم ثاني نزيد نبلغكم ايه اخرى، وليت كي نفكر في بنادم ماشي انا نروح ليه، هو يجي لي حتى للدار، اللي تخمي فيها تجيك. وكاينه حاجه، الرزق يحبس عليه الشيطان، يقول لك كي كنت ما تستغفرش، كنت تبيع، كنت لاباس عليك، كنت واش داك الاستغفار حتى التجاره تاعك تحبس، تولي زيرو التجاره تاعك، تعاود للكساد، تعود الى الصفر. ونقول الحمد لله رب العالمين. ولو تعود الى ادنى من الصفر ونقول الحمد لله رب العالمين، ولا زلنا نستغفر. نحكي لكم واحد النهار قلت لهم اليوم زعما طيح الشتاء، شفتها مغيمه، من بعد قال لك لا في الاحوال الجويه ما كاش. بعدين جاني احساس بلي المطر راح ينزل، فعلا نزل المطر هذاك النهار. بعد حسيته باللي مطر الاستغفار، لانه ربي يقول ينزل السماء عليكم مدرارا. ايه اما لا يا خوتي، قلت يا ربي اذا كان هذا مطر استغفار، يا ربي حولوا الى برد. صدقوني يا خوتي غير تحول الى برد، وليت نبكي هذاك النهار. صدقوني طيح في واحد المواقف لا تحسد عليها، بصح واش لانك مستغفر ربي بعد عليك هذاك البلاء. كما يقول سيدنا عمر بن الخطاب، لو ان صاعقه نزلت من السماء ما اصابت مستغفر. تولي صدقوني غير المستغفر غير يولي يمشي وهو مطمئن البال، قريب من الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ربي يزيدنا قرب منه. ادعوا لي ان شاء الله نولي نقرا القران، خاطر راني مقصره فيه. نقرا ماشي ما نقراش، بصح ماهيش بالدرجه تاع اللي راني حابتها. خاطر كاين ناس وين راهم يقراو البقره 4 مرات وصابوا عليها ما شاء الله. انا في الحقيقه ما وصلتش للبقره 4 مرات، اذا قريتها مره في اليوم راني مليحه. تلاقيت مع واحد المخلوقه والله غير قالت لي في كل صلاه اقرا سوره، منها سوره ياسين، الواقعه، الرحمن، الملك، والسوره الاخرى والله غير نسيتها. سوره الملك تقراها قبل النوم،